سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. بما أنكم بغيتونا نشرحوا الكلاشات فإحنا قررنا نبداو بآخر كلاش تشهب، واللي جا ردا على الكلاش ديال الجراد، أو بالأحرى جا ردا على الأغاني ديال الدراري الصغار. على بركة الله نبداو. البداية غنبداوها بالمينياتور، ولي كومبوزون اللي فيها هما اولا قرد داير اشار في الخضر والابيض، وهذا القرد الا حققتي فيه مزيان غادي تبان لك ودنو كبيره باش يسمع مزيان، وفمو كيشبه لواحد الفم اللي عرفوا يكتبوا في كومونتير. ثانيا طاولات اللي كيبينوا ان القرد جالس في القسم وكيتصنت للاستاذ في انتباه تام. ثالثا السبوره اللي كانت كخلفيه للمينياتور واللي مكتوب فيها باسي نوار، واللي هي الدرس اللي كيقرا القرد اليوم في محاوله منه لمحو الاميه. فاش كندخلوا للكلاش باش يبدا كنلقاو السبوره تبدلوا فيها الكلمات واللي هما سوا وساخ سوا مطبوعين في ديك السبوره، او بالاحرى كانوا تذكير قبل ما يبدا الكلاش. كنلقاو الاسماء ديال المؤسسين ديال الوداد واللي هما محمد ماسون، الحاج محمد بن جلون، عبد اللطيف بن جلون، احمد زروق، محمد بن الحسن العفاني الملقب بالابجيغو. كنلقاو ابيرس وباسي نوار، هادو كانوا الاخطاء الاملائيه للقرد التلميذ وكانت هذه فرصه للتذكير. كنلقاو سول ريفونديكاسيون، يعني هادشي الادعاءات الوحيده اللي عندكم، او لا داكشي اللي قالوا في الكلاش ديالهم مجرد ادعاءات. واخيرا وليس اخيرا كاينه خربشه على السبوره واللي تكتب فيها السؤال الشهير كاع جراد ولاد، واللي جاوب على هذا السؤال عنده 2 نقاط زايده. كندخلوا على الرفران هو الاول، كنلقاو فيه الهرجه بيطاس ديالي. البيطاس جات من بيطاس باللغه الفرنسيه واللي كتعني على اي العهيره ديالي، وانتم كتعرفوا مزيان فاش كتضرب وكتهرب فما كتسرطش ليها، فكتحاول تنعتك باي حاجه بشرفك وبتاريخك. وعلاش العلالي؟ يمكن زيادة 2000 ما غاديش يعرفوا وما تفرجوش فيه، ولكن ببساطة فاش كيشدها العلالي جراطة كيغنيات اللالي والرب العالي، وقف العلالي راه الله عليه، وكون ماركا داكشي اللي زكل يا سلام طايح كتر من نايض. ودابا ندخلوا للمعقول بن جلون المقاومة الوطنية. هاد السطر جرد على شكون أسسكم، شكون واش بن جلون ولا رالف بوطبول. وهاد المسألة ديال التأسيس فهي مسألة محسومة ومفروغ منها، ولكن ما يمكنش نشرحها القرد لأن الفهم ديالو أحادي الطرف وانتم عارفين، واللي ما عارفينش نشرحوا لهم. كيفاش بغيتي واحد سنين قلبتي باشو وبينتي لي أنه ما عندوش تاريخ تأسيس، وبينتي لي الاندماجات ديالو والألقاب ديالو اللي سوا داها بلادفيرسير اللي نسى ليسونسات ولا داها ببيلانتيات ولا الماتشات زايدين. فعندما يفتح النقاش ضد أرجون يعم الصمت تطوى الملفات وينتهي النقاش، وهذه بالنسبة لهم ضعف. وكلكم كتعرفوا باللي سؤال واحد ممكن ينهي النقاش واللي هو تاريخ التأسيس، وباش يخفيو الضعف ديالهم ولا بد مكان خاصهم يجاوبوا على هذه الأسئلة ولو بالكذب. من هنا ينطلقوا بتأليف قصص وهمية في الوقت اللي الوينرز كانت كتفكرهم في الحقيقة ديالهم في الميساجات والأغاني والتيفوهات. وكيبقى أكثر ميساج كيعبر على هذا الشيء هو رمي قدوتك بسواد ماضيك سيسهل عليك تقبله. لا أحد يشكك في التأسيس والمؤسس وعلاقته بالوطنية والمقاومة. وباش نساليو هذه القصة ديال التأسيس، هذه صور الحاج محمد بن جلون مع الملوك في مختلف التظاهرات. يا ترى شنو الصفة؟ الرئيس المؤسس للوداد؟ ولاش ما شفناش رالف كممثل للوداد او مرافق للفريق او في الصور ديالهم؟ ولاش ما شفناش رفقة الملوك مع انه هو اللي اسس الوداد؟ واحدة من تلك الشخصيات الأسطورية التي جسدت الإرادة والعزيمة والتفاني في خدمة الوطن والرياضة هي الحاج محمد بن جلون، الذي عاش حياة ملهمة مليئة بالإنجازات والتضحيات. في مثل هذا اليوم من سنة 1997 ودعنا هذا العملاق الذي ترك وراءه إرثا عظيما. إنه الرجل الذي أسس نادي الوداد الرياضي وساهم في تشكيل ملامح الرياضة المغربية. يا الكلون تأسستي في مسرحية، مشكل أن ما عندكمش رواية واحدة للطريقة كيفاش تأسس الفريق ديالكم. فهنا الوينرز
كتذكر الشخص اللي سول على مؤسس الوداد انه تاسس في مسرحيه. قصه اخرى غادي تضاف لخزينه القصص ديالكم من بعد قصه الاب جيجو وقصه الرجاء في الله، قصه عبد القادر جلال واندماج فرق درب سلطان. كطلع لنا روايه جديده ان الفريق تاسس من طرف فريق مسرحي نادي الرجاء للمسرح واللي كانت كتنشط في درب سلطان. الاشكاليه هنا إلا جمعتي جوج منهم وسولتيهم نفس السؤال، أي شكون أسسكم وكيفاش تأسستوا، فأكيد أن كل واحد فيهم غادي يجاوبك بقصة مختلفة. وللتأكيد فقط فبغيت أي جرادة تفرج في هذا الفيديو يجاوب على هذا السؤال في لي كومونتير وانتوما غادي تلاحظوا. سول جدك شكون الواقع كلاشي، سولني وقول لي علاش جدك في كومونتير وغنجاوبك. انا سيدي غادي نجاوبك حيت جدك عاصر الوداد وعاصر تاريخها والقيمه ديالها، وجدك ما غاديش يكذب حيت اكيد ان ما عندوش حرق ديال بينوكيو. وقليل اللي مازال عاقل على جد ياسين الصالحي فاش قال لهم الوداد عندها تاريخ، اما الرجاء راه نوضت غير الحليب. الوداد عندها تاريخ والرجاء كان عايشة نوضتها الحليب. وعلاش الكار ما جاش من فاس الحليب شاف على الكار. وحتى السي الحسن فاش سولوه قال لهم كانت غير الوداد. لا كان الوداد هو اللي كان عندنا ديك الساعة، حتى الناس يعرفوا الوداد ديك الساعة ما فهم. وسول جدك يجاوبك علاش وكيفاش، واش كانت كتمثل للمغاربه. بومريقك واك مشاو خلاك كيبنا باجي. فاش كتهضر على الاسم الاول فغادي تهضر على جوج ديال المراحل. المرحله الاولى اللي جا فيها عرف يتغلغل وينصب الجميله لصحاب الجميله، حيت فاش جا لقاهم كيعانيو مع الوينرز قرر انه يكون الراوي ومؤلف القصص الخياليه والادعاءات اللي كانت في ذاك الوقت، ومني ما لقاش ليه تاريخ قرر انه يصنعوا لهم ولو غير بالستيلو بيك ويكتبوا بيدو. وهذا الشيء ماشي مهم دابا، اللي مهم دابا هو كيفاش جا الفرقه وهي غارقه ودار انتدابات جمع فيها اللعابه الناضين والصفقات الخياليه والبطوله. راكم كاملين عارفين القصه ديالها، الطريقه اللي داوها بها من وراء المونديال، المنحه ديال الكاس وفلوس الاكاديميه واللي كملتها غير الجامعه. والمشكل انه غادر بطريقه خطيره واللي ساهموا فيها المنخرطين في الطريقه اللي تمر بها التقرير الادبي والمالي ملي ما نجحش باش يدوز تصويت سري فغادي يلجا للسماوي. دابا نهضروا على الديمقراطيه. شكون يا سيدي اللي باغي تصويت سري؟ سالينا حتى ما يمكنش 10 يحيحوا علينا نديروا لها. شكون اللي ضد التقرير الادبي والمالي؟ اذا علاش واش وضح؟ والله يخليك الله يخليك. شوف اذا وبالتالي يتم التصويت على التقرير الادبي والمالي. انا تحققت الامر غلطوا وشكرا، وانا كنعلن الاستقاله ديالي من نادي الرجاء الرياضي. الرؤساء اللي جاو من بعده كلهم كانوا كيخرجوا ويحضروا على العجز المالي اللي فيه الفرقه واللي السبب ديالو هو الرئيس السابق. رغم الاختلاف ديالهم اتفقوا على انه يغرقها وكيطرحوا السؤال فين مشات الفلوس، وحسبان غادي يخرج يوضح. الاربع سنوات ديال السي بودريقه جزاه الله خير والاعمال اللي قام بها تنشكروه من هذا المنبر، بانه السنه الاولى كان عجز ديال 4 مليون ديال الدرهم، السنه الثانيه عجز ديال 5 مليون ديال الدرهم، السنه الثالثه 12 مليون ديال الدرهم، السنه الرابعه 19 مليون ديال الدرهم. هذه سان كونستا كي ريال كي فاليدي او نيفو دي رابور دي 4 اني. اللي اهم الاخوان وهو هذا لو بيلون اللي كان في الجمع العام il ne reflète pas la réalité. كان حاضر وعارف وما بغاهاش دوز في الكولاسه حيت كان مرشح باش يشدها، ولكن هيهات الدبانه اللي ما قتلاتكش كتبرصطك. شي دبان بقى مبرصط الرؤساء كاع اللي دازو من وراه مادام كيجبدوا هذا الموضوع وكيطرقوا للمال وفين مشى المال. والجراد عارفين وساكتين الا اللي ما مغمسش في الجميله. راي اخر عند بعض الناس وخير دليل بان هاد الرؤساء اللي جاوا من بعد الحقبه ديال السي محمد بودريقه عانوا الامرين، ولو سول فاكتور كوما فيهم هو بان الاغلبيه ما قدوش يكملوا المده الانتدابيه ديالهم، كيدوز واحد المرحله قصيره ورغم العمل الجباره الا ان ذاك الضغط وهذيك الايادي الخفيه اللي كتخرج الصفحات الفيسبوكيه والعالم الازرق اللي مدفوعين الاجر باش يريبوا الفريق. داو الخبره ومعروفين، ما تطعنش فيهم تقولوا هذا مكتب محاسبه ما قدرش يسيرتيفي، قال لك انا جو بو با سيرتيفي هذا البيلون فينانسي. جيو طاحوا عندي 7 ديال الانذارات. الوغ 7 الانذارات ولا بغيتي نسميهم لك نسميهم لك. سمي شوف نعرف لا سمي 7 الانذارات
جا حط حداد حميد، حط هذاك جبيره، حط واحد العدد اللاعبين بنفس لونطيط ديال المحاميه، واحد السيده استاذه، واحد السيد اللي محامي متدرب ما عندوش الحق انه يقدم هو هاد الانذارات، مازال في طور التدريب كياخذ لونطيط ديال هاد السيده، وهو في الاصل اجون جوار، دار على هاد لي جوار وجابهم. شكون اللي جاب هاد السيد هذا؟ ناس سي لا بزاف على هاد، بزاف التحامل على هاد رئيس الرجاء. وغادي يرجع وبالمباركه ديالهم كاملين، وباين لاش رجع على الفرقه باش يديروا القطيعه مع داك العهد ودوك الملفات. مادام كيتحط داكشي من طرف الفريق فكان لابد ويجي باش يدير القطيعه، وبسبب الضغط مشى دار عمليه على القلب، الله يشافيه مسكين. وكلكم عارفين الكماله ديال الروايه، الحاج مكوار بنى لك دار، زيد الماء والضوء. الروايه كتقول ان لاعبين ديال الرجاء كانوا كيدوشوا عند الوداد، والحاج مكوار بنى لهم الدوشات وخلص لهم الماء والضوء في الوقت اللي ما كانش عندهم باش يخلصوه. قلتو غبار نسيتو القمار اللي دمر الامه، قلتو غبار على سعيد النصيري، وهاد القضيه ديال الغبره فتم الاسقاط ديالها من التهم اللي على سعيد النصيري. ونسيتو الهضراوي اللي جاب لكم وان اكس بيت، اول فريق مغربي كيهز في التوني ديالو سبونسور ديال القمر. واش اللي صار من العقار دزتي للبوفه وانت شمكار زاب ماريوانا وكوكا. يمكن الجينيراسيون ديال دابا ما عارفاش باللي اكثر جمهور كيفتخر بالقرقوبي هو نتوما، وهادو اللي كيتبوا الكلاش واللي يلاه تزادوا ما عاشوا والو، حيت ان فوا تكتب هاد السطر غادي تحشم الا لما كنتيش نورمال على القرن. كلشي مقرقر كلشي سكران، والبوليس غيحلوا البيبان. كلشي مقرقر كلشي سكران، هاد الليلة نشعلو النيران، جينا بالان الخضراء، شعب القرقوبي والزبلان. اجيو تشوفوا معانا نايضه تخاور في المكانه، القروده يسمي يخطر فيهم، نايضه تخاور في المكانه، حيت والفنا كل عام بي جديده ما بين الاخوه الاعداء قابيل وهابيل، مره مضايفين على الباش مره على لارا، بنادم لبسوا حوايج وصحه، ولكن غير كيفوت المطار كيتهرى. والله يرحم اللي ماتوا بحال هاد البلانات الخاوين، راه الروح عزيزه عند الله، اش غادي تقول غدا قدام الله؟ دالي بلاصتي في الكورفه ولا دالي لاباش؟ الله يرحم خوتنا شحال غناو بالغانا واليوم الناس راه فقعانه، وهادشي معروف من زمان، كيموتوا على الغاب وحمرون وكيتغناو به، ولكن كينكروا هادشي وطفيت في ديك الكاميرا. والأبيض الحمراء والبيضاء منامون، والميت والعلي لوتون، وبكل صادي لوتون. بوبريز دا لاكيسو من عليهم، وشكون غيبقى الاخر فيهم؟ هاد السطر فيه مهنه، حيت كل مره كينوض نوايو ديالهم كيهز فلوس لاكيس وكيعلق بيهم، ماشي غير واحد، وكاين كاع اللي باغي يعرس من لاكيس. اقول لي هادشي ما كاينش، كيدي لاكيس وكيعلق على برا وكيصيفط لهم ميساج فوكال: سامحونا احنا مسلمين بس كنا سكرانين. امضرا شكون اللي غيطفي الضوء؟ خويا انا الاسمر اللي عملنا الدرج، ارجوك لله في وجه الله، و رب الله سبحانه وتعالى يسمح، الله يسمح، والعبد حتى هو يسمح لنا كثير،
وحنا مستعدين اخويا نتكلم مع الجمهور الوحدات اللي صح اصحابنا يبقاو معك على اتصال ويسووا معك بشويه بشويه ويخلي لك ولادك. والله حنا خويا كنا سكرانين وعملتك العمل، ومعنا لعيبه في كره قدم الى نشرت الفيديو يعملوا شوها عالميه، واللعابه عندهم سمعه كبيره معك. اسمح لنا اخويا، والله احنا مسلمينك، كنا مسلمينك، احنا كنا سكرانين لا يعفوا علينا. الدعم معنا اخويا بالدعاء عشان ربي يغفر لنا. الحقيقة هي كيفاش غتسول على بن جلون وانت ما عارفش اللي اسك شكون، ولا تاريخ تأسيسك، ولا بطولاتك، ولا اندماجاتك. وانتوما جالية جات الكازا مع الهجرة القروية وشجعتوا فرقة خلات سمية وسرقات هوية. كلكم مازال عاقلين للهرقاوي فاش سماها الزاوية. لوان القبة راها باينة والطقوس اللي كتمارس فيها راه باينة. إلا جيت اليوم لهاد الزاوية هذه، أولا الله يخليكم راني داخل ليها مسلم. الهدف هو الاستفادة المادية، وغير مثال الأزمة اللي من 2013 مازال ما سالاتش. بأنه نهار دينا كأس العالم دخلت أموال كبيرة وتبخرات في واحد ربط شويه وبقات الازمه. دينا كاس العرب اللي كنت انا الناس اللي ساهموا باش خدينا كاس العرب، لان كنا ما غنساهموش في كاس العرب بعلاقتي الشخصيه، ولا تراجع بارتيسيب في كاس العرب وعطاتنا اموال وبعنوا اللعابه. جات هذه الاموال ومشات بحالاتها تبخرات. 10 سنين وانت كتعاني مع الاحتفالات كازا حمراء، الاحتفالات 18 يوم ديما الحمراء في البوديوم. عام دغيا دازت وسالات، ماشي في توقيت غرينيتش بل بتوقيت بانون. غادي تجلس 100 عام، تجلس 100 عام عمرهم ما وصلوا لداك. ياسر ابراهيم خاتها منه، زيانة حمدي فتحي، تسويق تاجرين لقب بطولة الدوري لصاحب الكرة المغربية. مشاهدينا الكرام، وهذا الفيديو بلا ما نجبدوا لك فيه دانون ديما وداد وكاع شطرات. ان شاء الله مع للابد.